بسم الله الرحمن الرحيم. خاضعا ذليلا، وربما انحنى، وربما سجد بين يديه قربانا له وإعلانا للولاء، وربما جاء إنسان بشيء من ماله فقدمه هدية إلى أصحاب الشأن كما يقدم الزكاة للغير، وربما يأتي عبد ليحج إلى بيت عبد ويسجل اسمه في سجل التشريفات إعلانا للولاء كما يذهب المؤمن إلى بيت ربه. لكن أروني عبدا يتقرب لعبد بأن يصوم له، لا يوجد في دنيا الناس هذا اللون من التكريم ولا من الخضوع. لماذا لا يوجد؟ ما تقدرش تقول للعبد أنا حصوم لك الشهر ده، إنما تخضع لعبد زي ما بتقف تصلي كده وأنت خاضع، تقول له ما فيش إلا أنت، زي ما فيش لا إله إلا الله. الله، تروح لبيته وتقعد تسجل اسمك كل يوم على إنك أنت إنسان موالي زي ما بنشوف. الله، إنما ما يجيش واحد يقول للواحد أنا أتقرب إليك بأن أصوم يوما أو شهرا. ليه؟ قال لك لأن الصوم إذا كان لذلك العبد تقربا إليه فقد آذيت المتقرب إليه. إزاي؟ لأن معنى ذلك إنك أنت تجيب اللي أنت قلت له أنا نويت إن أصوم لك أسبوع ولا شهر وتخليه يقعد يراقبك كده هو طول المدة اللي أنت صايمها عشان يشوفك حتى إنك صايم ولا تفطر. يبقى أنت عملت فيه إيه؟ أنت ذنبته. ولذلك قال الصوم ده هو العبادة الوحيدة التي لا يتقرب فيها بشر لبشر. ولذلك يقول الله كل عمل ابن آدم له، لو حللت العمل تجده عايد عليه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عبادة من العبادات داخلة في كادر الجزاءات عند الله. الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، دي الكادر. ولكن الصوم لا، خارج عن الكادر ده. ربنا هو اللي يقدر الجزاء